بتشوف عمك هاني رامبو ماسك الراجل اللي معاه بيمرنه مش للفشل العضلي، ده للدمار العضلي. بس ده اللي انت بتشوفه في الفيديو. هل كل التمرين بيتم بالشكل ده؟ تعال اما اقولك. ازيكم يا شباب، ازيكم يا بنات، معاكم كابتن بكر من جيم بكر. هتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا اسمها الفشل العضلي، التدريب للفشل العضلي. طالع موضة كده اليومين دول، اللعيبة تيجي تقول لي بدل ما كان بيسألني اتمرن 3 مجموعات في كام عدة، عايز يدخل كل مجموعة يجيب اخره في كل مجموعة حتى الانهيار، بحيث انه ما يقدرش يأدي عدة واحدة بس ويبقى كده حاسس انه عامل اللي عليه. التدريب للفشل العضلي ليه معنيين. اول معنى تكنيكال فيلير، ودي بتكون انك تتمرن بحيث انك ما تبقاش قادر تعمل ولا عدة زيادة، ولكن بيبقى على حساب الاداء الجيد. يعني بتكون عدة ادائها مش افضل شيء، وده اسمه تكنيكال فيلير، يعني فشل عضلي ولكن على حساب التكنيك في الاداء. وده انا مش هتكلم عنه النهارده لانه مؤذي جدا وممكن وسهل جدا انه يسبب لك اصابات. وفي طريقة تانية للوصول للفشل العضلي، وهي دي اللي هتكلم عنها النهاردة، وهي انك بتدخل المجموعة بتاعتك وما بتقدرش، وبتتمرن لحد انك ما بتقدرش تعمل ولا عدة زيادة صحيحة، وده بنسميه ماسكيولار فيلير، وده اللي انا هتكلم عنه في الفيديو النهاردة. في العموم بلاش تتمرن للفشل العضلي في التمارين الحرة المركبة، زي ديد ليفت، زي سكوات بالبار، زي بار بنش بريس، زي ميليتري بريس. التمارين اللي بتستخدم فيها البار والدمبل وبتعتمد على كذا عضلة في أدائها وكذا مفصل في الحركة، بلاش تتمرن فيها للفشل العضلي. تخيل كده يا مؤمن انك بتتمرن سكوات وحاطط في دماغك انك هتتمرن للفشل العضلي، ونقطة الفشل العضلي كانت في نص العد، لا منك واقف ولا منك تحت. في المرحلة دي هيبقى صعب جدا انك تقف بالوزن عشان تحط البار على الراك، او انك حتى تنزل بالوزن، وهيبقى سهل جدا انك تتصاب، لان صعب قوي تنهي التمرين بأداء جيد لو نقطة الوصول للفشل العضلي في تمرين سكوات حصلت في نص العدة، وهتتصاب بسهولة. الافضل انك تتمرن للفشل العضلي في تمارين العزل، التمارين اللي بتشتغل بمفصل واحد، التمارين اللي مش محتاجة عضلات كتير انها تشتغل في نفس الوقت، زي تمارين بايسبس كيرل او تمرين ليج اكستنشن او لاترال ريز، تمرين الرفرفة الجانبي لعضلات الكتف. كل دي تمارين عزل تقدر تتمرن فيها للفشل العضلي. او حتى ممكن تتمرن للفشل العضلي على اجهزة زي البيك فلاي او الكيبل كروس اوفر، او حتى في تمارين الظهر زي لات بول داون. كل دي تمارين تقدر تطبق فيها التدريب للفشل العضلي وتكون في امان. طيب ليه مش صح ان انا اتمرن للفشل العضلي طول التمرين او في كل تمرين؟ مش المفروض ان التدريب للفشل العضلي بيشغل العضلة بشكل كامل وبيساعد ان كل الالياف العضلية تشتغل بكامل قوتها؟ في الشكل العام من بره والبامب بتاع التمرين، التدريب للفشل العضلي حلو وجميل، وبتحس انك استفدت اكتر وعملت بامب بشكل اكبر وجبت اخرك في التمرين. بس دي صورة عامة، خلينا ناخد الموضوع بصورة مصغرة في تمرين زي بايسبس كيرل ونشرح عليه. هنفترض انك بتتمرن تمرين بايسبس كيرل وحاطط وزن 10 كيلو، دخلت اول مجموعة وجبت اخرك 8 عدات، ما قدرتش تعمل ولا عدة زيادة، خدت الراحة، دخلت الدور رقم 2 او المجموعة رقم 2 ولعبت 6 عدات، وده كان اخرك، ما قدرتش تعمل ولا عدة زيادة. خدت راحة ودخلت المجموعة رقم 3 طبيعي عشان انت دمرت العضلة في اول مجموعتين، في اخر مجموعة دي يا دوب لعبت 5 عدات وما قدرتش تعمل ولا عدة زيادة. في الشكل العام من بره في بامب عالي جدا، وحاسس انك جبت اخرك في كل مجموعة وراضي عن نفسك وعن دراعك. كده انت اتمرنت للفشل العضلي في ال3 مجموعات وجبت اخرك في ال3 مجموعات باجمالي 19 عدة في ال3 مجموعات. خلينا بقى ناخد نفس المثال لنفس الشخص في تمرين تاني، وهو او في يوم تاني لتمرين البايسبس كير، بس اتمرن كالآتي. اول مجموعة دخلت جبت 7 عدات وسبت عدة
ما عملتهاش. كنت تقدر تعمل العدة التامنة اللي هي للفشل بس ما عملناهاش، لعبنا 7 بس. تاني مجموعة لعبت 7 عدات، دخلت جبت 7 عدات، وده كان طبيعي جدا لانك ما اجهدتش العضلة في اول دور. تالت مجموعة دخلت جبت نفس ال7 عدات، ولا اقول لك لعبت 6 عدات بس. كده اجمالي المجموعات من 20 ل 21 عدة تقريبا، هنفترض ان هم 20 عدة. لما تيجي تقارن العدات اللي قدرت تعملها لما اتمرنت للفشل العضلي في ال3 مجموعات كانوا 19 عدة فقط، لكن لما اتمرنت 7 عدات في كل مجموعة قدرت توصل ل 21 عدة او 20 عدة. اذا كده في فرق عدة او عدتين. يبقى بالعقل مين استفاد اكتر، اللي عمل 19 عدة ولا اللي عمل من 20 ل 21 عدة في ال3 مجموعات؟ في المثال اللي فات شفنا ان ظاهريا انت حاسس انك اتمرنت صح وجبت اخرك في ال3 مجموعات واتمرنت للفشل العضلي في ال3 مجموعات، ولكن لما خدنا صورة مقربة اكتر للتمرين قدرنا نشوف ان مش صح ان انت تتمرن للفشل العضلي باستمرار وعمال على بطاله وبدون سبب وبسبب. خليني اكلمكم عن دراسة رايقة قوي اتعملت عن مجموعتين بيتمرنوا نفس التمارين. المجموعة الأولى كانت بتتمرن باستمرار للفشل العضلي، والمجموعة الثانية كانت بتتمرن عدات ولكن كانت دايما تسيب عدة ما بتلعبهاش. مجموعة كانت بتتمرن للفشل ومجموعة كانت بتتمرن عادي جدا بتسيب عدة أو 2 في المجموعة ما بتلعبهمش. في نهاية الدراسة لقوا إن التطور حصل للمجموعتين، ولكن المجموعة اللي كانت بتتمرن للفشل العضلي باستمرار حصل لها إجهاد عضلي أكتر. ولقوا كمان ان المجموعه اللي كانت بتتمرن للفشل العضلي باستمرار كانت بتحتاج وقت اطول للريكفري والتعافي من التمرين. الخلاصه، اتمرن للفشل العضلي ولا ما اتمرنش للفشل العضلي؟ ولو هتمرن للفشل العضلي اتمرن ازاي وامتى وليه؟ هعرفك. طبعا اتمرن للفشل العضلي ولكن مش اي وقت ومش اي تمرين، لازم يكون في هدف من التمرين اللي اخترته هتتمرن فيه للفشل العضلي. ممكن جدا تتمرن للفشل العضلي في تمارين العزل بعد ما تخلص التمارين المركبة في تمرينك، ده لو عايز ان التمرين للفشل خلال التدريب ما يأثرش على باقي او ما يأثرش على ادائك في باقي التمارين. هنفترض ان انت بتتمرن 5 اشكال لعضلة الصدر، ممكن جدا اخر شكل واخر مجموعة من اخر شكل تختارها ان انت تتمرن فيها للفشل العضلي. كده انت خدت بمب عالي جدا ونهيت التمرين ببمب عالي جدا واتمرنت للفشل العضلي ولكن مش باستمرار. اخر تمرين اخر مجموعة من اخر تمرين ممكن تتمرن فيها للفشل العضلي وتكون تمرينة عزل، يعني ممكن تمرين بيك فلاي، تمرين كيبل كروس اوفر، تمرين عزل ما يكونش تمرين مركب. تحياتي للجميع واتمنى يكون الكل استفاد من الفيديو وتكون المعلومة وصلت بصورة مبسطة. احلى لايك، احلى تعليق، احلى شير.